السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. اللي ما يتعلمش من اللي فات كل اللي جاي هيعلم عليه حتى الممات. اللي ما يتعلمش من اللي حصل له ومن اللي فات كل اللي جاي هيديله على قفاه ويعلم عليه. وانت يا كابتن محمود الخطيب ما اتعلمتش ولا النادي الاهلي اتعلم لتاني مرة ومن نفس الفريق. 5. اللي حصل للنادي الاهلي النهاردة كارثة بكل المقاييس، اللي حصل مصيبة بكل المقاييس. محدش يطلع ويقول ما تنتقدش اللعيبة ولا تنتقد الفريق. لا، ده انت لو قلت ما تنتقدش تبقى انت انسان ما بتحبش النادي الاهلي ولا بتحب فرقة النادي الاهلي، ولا تقول لي انك اهلاوي. لانك انت لو اهلاوي هتنتقد عشان خاطر الاوضاع تتحسن. لكن اللي بيحصل ده بجد كارثة بكل المقاييس، واللي حصل النهاردة كارثة بكل المقاييس. التاريخ هيكتب ان اسوأ نتائج للنادي الاهلي في عصر الكابتن محمود الخطيب. التاريخ هيسجل وسجل بالفعل ان اتقل نتائج في بطولة افريقيا خدها النادي الاهلي خدها في عصر الكابتن محمود الخطيب. ودي حقيقة محدش يقدر ينكرها ولا يتكلم فيها. احنا قدام لعيبة معدومة الاحساس بالمرة، قدام لعيبة ما عندهاش احساس بالمسؤولية بالمرة. احنا قدام جيل اضعف جيل جه في النادي الاهلي. احنا قدام اقل لعيبة في تاريخ النادي الاهلي. المصيبة اللي حصلت النهاردة الكل مشارك فيها. المصيبة والكارثة اللي حصلت النهاردة الكل مشارك فيها بلا استثناء في النادي الاهلي. من اول الكابتن محمود الخطيب لغاية اصغر لاعب موجود في القايمة بتاعت المباراة، الكل مشارك في المصيبة بتاعت النهاردة. كارثة النهاردة اللي حصلت مش بدأت النهاردة ولا حصلت النهاردة. مصيبة النادي الاهلي وكارثة النادي الاهلي بدأت مع مباراة المقاولون العرب. بداية الكارثة للنادي الاهلي وكارثة النادي الاهلي النهاردة تتلخص في 9 اشياء او 10 اشياء. اولها وبدايتها مباراة المقاولون العرب. انت كإدارة مش قادرة او قليلة الحيلة او مش قادرين ان انتوا تأجلوا مباراة المقاولون العرب. كل السوشيال ميديا كل الدنيا كلها اتكلمت وطلبت ليه لجنة الأندية ما تأجلش مباراة المقاولون العرب، إلا إدارة النادي الأهلي ما اتكلمتش ولا نطقت ولا قالت أي كلمة على تأجيل المباراة. طلعت هنا في قناة الأهلوية وقلت إن النادي الأهلي والأندية ملتزمين عشان خاطر الدوري إن المباريات مش هيحصل فيها تأجيل. أوكي، ولكن فين إدارة النادي الأهلي وفين وعي النادي الأهلي؟ مباراة المقاولون العرب كنت أقدر ألعبها بالصف الثاني، ألعبها بالناشئين، كنا نقدر نعمل النادي نريح الفرقة كلها، نريحها راحة سلبية خالص، نسيبها مع الراجل المدرب يقدر يحط فكره
ويلاقي وقت مع اللعيبة واللعيبة تلاقي راحة، ونلعب بالناشئين. قطاع الناشئين يا كابتن محمود الخطيب اللي انت بوظته وبورته، قطاع الناشئين اللي انت جبت له خالد بيبو عمل له تبوير وتمليح، ما عادش بينجب، ما عادش بيطلع اي لعيب. رحت اشتريت فرقة وادي دجلة كلها، وقطاع الناشئين في النادي الاهلي عاجز انه يطلع لعيب من ساعة عماد متعب ما طلع ورمضان صبحي. ده كله فشل بالنسبة ليك، فشل بالنسبة للإدارة، فشل بالنسبة للقائمين على الفريق الأول في النادي الأهلي. نرجع لكلامنا ومباراة المقاولون العرب، محدش فيكم اتخذ قرار انه يلعب بالناشئين، رغم ان انت متقدم في جدول الدوري بنقاط يسمح لك انك انت مباراة المقاولين كنت ممكن تلعبها بالناشئين وكنت تقدر تكسبها برضه، لكن انت ما عملتش كده. اصريتوا ان انتوا تلعبوا باللعيبة الاساسية لما اهلكتوهم ومش قادرين يقفوا على رجليهم. طبعا تخطيط خطأ، ودي كانت بداية السقوط للنادي الاهلي، وده اللي هم في لجنة في اتحاد الكورة هم عايزينه، ده اللي في مصر هم عايزينه، وانت بتساعدهم وساعدتهم على كده انهم ينهكوا النادي الاهلي، ان هم يخلوا النادي الاهلي ما يقدرش ان هو يواصل في حملة اللقب الافريقي، ووصلوا للي هم عايزينه وانتوا ناولتوا اللي هم عايزينه. رقم 2، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، المسؤول الأول والأخير عن اللي حصل النهاردة والكارثة اللي حصلت النهاردة. في عهدك النادي الأهلي اتغلب 5 قبل كده من صن داونز، ما استوعبتش الدرس، ما جبتوش لعيبة كويسة للنادي الأهلي. انت أبخل رئيس نادي مسك النادي الأهلي، ومعتمد على الصداقة وعلى الصحوبية وعلى ناس فاشلة موجودة معاك في مجلس إدارة النادي الأهلي. في ناس كتير لا تستحق إن هي تعمل في النادي الأهلي. مش هنضحك على بعض، مش هنجامل، احنا بنساند فيكم ليل ونهار، بنساند فيكم، وانتوا ليل ونهار بتضحكوا علينا وبتشتغلونا، ليل ونهار بتحرقوا في دمنا. كل اللي موجودين حواليك شوية مطبلطية وبيعرفوا يضحكوا على الجماهير ازاي. انت ما جبتش ولا صفقة زي الناس، كل الصفقات مضروبة وبتمشي ورا شوية ناس مضللينك، وبخيل على الصرف على النادي الاهلي وعلى فريق النادي الاهلي. انت بس تعمل ميزانية وتقول له 2 مليار و3 مليار فائض، والاهلي عمال في النازل في النازل في النازل في النازل. لما الاهلي انتهى، الاهلي خلاص بقى فرقة عادية جدا، اي حد يتجرأ عليه واي حد يعمل معاه اللي هو عايزه. النادي الاهلي ما عادش يقدر ان هو ينافس في البطولات الكبيرة بسبب اللي انت عامله. بص للفرق التانية جايبة لعيبة عاملة ازاي، بص لصن داونز بتلعبك النهارده وعندها كام لعيب فايق وعامل ايه. لكن انتوا ما بتبصوش لحاجه خالص، انتوا حاطين في دماغكم ان خلاص الجمهور في ظهركم وبيساعدكم، سواء انتوا صح او غلط الجمهور ماشي وراكم وبيساعدكم. لكن الجمهور مش هيستنى على حرقه الدم اللي بتحصل له دي كتير، الجمهور مش هيستحمل حرقه الدم منكم كده كتير. انتوا قاعدين في مكاتبكم في المكيفات ومحدش بينحرق دمه الا احنا. رقم 3، لجنة التخبيط. انا مش هقول لجنة التخطيط، ديت لجنة تخبيط، تخبيط في الحلل، تخبيط وضرب تطبيل لمحمود الخطيب.
اصدقاء واصحاب وجيل قديم مع بعض، محسن صالح وزكريا ناصف، بتشتغل بعقليات سنة 70 وسنة 80، بتشتغل بعقليات قديمة عفى عليها الزمن، بتشتغل بناس لا الكيلو ما ينفعش يبقى ب10 جنيه، لا ده احنا كنا بنجيبه بجنيه ربع، اللعيب ده كنا نجيبه مش عارف بقد ايه، لا ايه اللي وصله للسعر ده، لا احنا مش عايزينه ده غالي قوي، وحط في الكيس وصر في الكيس. فكر عقيم، فكر قديم. وده كله ليه؟ الاصدقاء على القهوة، مش الاصدقاء على النادي الاهلي وعلى حساب النادي الاهلي. الاصدقاء في حتة تانية، في النادي نبقى نقعد مع بعض، لكن الاصدقاء ما نجاملش اصدقائنا ونجامل اصحابنا على حساب النادي الاهلي. النادي الاهلي مش ملك حد، ولا النادي الاهلي عزبة لاي حد، ولا النادي الاهلي خاص لاي حد واصحاب حد. النادي الاهلي مؤسسة كبيرة جدا، النادي الاهلي ملك لجماهيره. النادي الاهلي ما ينفعش يوصل للمرحلة اللي وصل عليها، اللي وصل ليها النهاردة دي. رقم 4، مدرب غشيم. بس انا ما اقدرش الوم عليه، ولا اقدر اقول ان هو مدرب مش وحش. لا، كولر مدرب كويس، لكن للاسف الشديد حاطين واحد ملوش صنف اللازمه معاه. طالبنا كتير وقلنا عايزين واحد يقدر يقف على الخط ويقدر يوجه اللعيبه، لكن احنا بننفخ في قربه مقطوعه. سامي قمصان لا بينفع ولا بيضر. سامي قمصان ملوش اي لازمه ولا اي دور في الجهاز الفني. راجل ما بيتكلمش مع المدرب في اي حاجه، ما بيقولوش طبيعه الاجواء ولا طبيعه الطقس ولا طبيعه البلاد ديت ايه ولا طبيعه اللعب في افريقيا ايه ولا انت ممكن نعمل ايه ولا نشارك ولا اي شيء خالص، ولا ليه اي دور ولا ليه اي لازمه. يبقى ما لهوش لازمه ان هو يقعد في الجهاز الفني. مصرين عليه بقالكوا كام سنه وهو ما بيديش حاجه. ده كله ليه؟ عشان الانبطاح بتاعه وسمعان كلام الخطيب في اي حاجه. يا جماعه الكلام ده ما يبقاش على حساب النادي الاهلي وعلى حساب الفريق. سامي قمصان يرحل ويروح يشوف حته تانية يشتغل فيها. لازم يجي واحد يعرف يتعامل مع اللعيبه، لازم يجي واحد فكره يكون عالي، لازم يجي واحد يشارك الراجل، لازم يجي واحد ينور الراجل، لازم يجي واحد يقول له ده طبيعته كذا وده طبيعته كذا. انما اللي بيحصل ده كتير قوي قوي. سامي قمصان ده راجل في التوهان، والله العظيم في التوهان. ايه النادي الاهلي كتير قوي ان يحصل في النادي الاهلي كده. تعالوا بقى للعيبه الموظفين اللي عاملين نفسهم بقى خلاص بقى نجوم مصر ونجوم الشباك، لانهم وصلوا النادي الاهلي واقصى احلامهم ان هم كانوا يبقوا في النادي الاهلي. للاسف الشديد لجنة التخطيط الاول اما امر عليها، تقدر تقول لي لجنة التخطيط دي عملت ايه للنادي الاهلي؟ جابت كام لعيب؟ عينها الخبيرة شافت كام لعيب؟ كل صفقاتها مضروبة ونص كم. كل اللعيبة اللي بحط عينهم عليها مالهمش صنف اللازمة. كل اللعيبة اللي بيرشحوهم للنادي الاهلي لعيبة مالهمش لازمة، صف تالت. يا ريتهم فرز تاني، لا ده فرز تالت. مفيش لجنة تخطيط بتخطط وهي جوه المكاتب، مفيش لجنة تخطيط بالكرافتات الشيك ما بتشتغلش، مفيش لجنة تخطيط قاعدة جوه مكاتبها وفي المكيفات فقط لا غير. فين الكشافة؟ مين اللي شغال معاهم؟ هم بيعملوا ايه؟ ملهمش اي لازمة غير ان هم بيقبضوا وياخدوا مكافآت وياخدوا عايشين على قفا النادي الاهلي وبس. ليه؟ عشان خاطر ان هم اصحاب الكابتن محمود الخطيب.
مش اكتر من كده. طيب حد بص للشناوي النهارده؟ يعني خمسة، السبب الخامس في اللي حصل للنادي الاهلي والكارثه النهارده محمد الشناوي. محمد الشناوي اللي مستواه بقاله سنتين زي الزفت، واحنا بنقول حارس مصر الاول وحارس مصر مش عارف ايه، لكن احنا بنضحك على نفسنا. محمد الشناوي نادينا كتير جدا ان لازم يكون له بديل كفء، على الاقل يا يحرك الشناوي يا اما ننزل هو يقدر يتحمل المسؤوليه بتاعت المباراه، يقدر يشيل النادي الاهلي. لكن برضه مجاملات عشان ما نشيلش ابن شوبير. احسن شوبير يطلع يتكلم علينا في الاعلام، احسن شوبير كان صديق قديم، وعشان كده مش مشكله. خلي ابنه، طب ابنه كويس، ابنه موهوب وعايز فتره طويله، ايه المشكله ان انا اطلعه اعاره واكسبه بعدين؟ اجيب حارس مرمى زي الناس يقدر يشغل اللي قبله. لكن مفيش. محمد الشناوي عارف ومتأكد ان مهما يخطأ ومهما يحصل ومهما يحصل بلاوي منه هيقف برضه تاني، لان النادي الاهلي ما عندوش. وهي دي المشكلة وهي دي المصيبة وهي دي الكارثة، هي دي الكارثة اللي احنا بنعاني منها. رقم 6، اللعيبة العالة الموظفين اللي ملهمش اي لازمه ولا اي دور في النادي الاهلي غير ان هم لابسين تيشيرت النادي الاهلي ومبسوطين بيه وفرحانين بيه، لكن تيشيرت النادي الاهلي تقيل على اكتافهم وتقيل عليهم. اللعيبه اللي سهرانه على السوشيال ميديا طول الليل وتيجي تصحى الصبح مش قادرين يمشوا ويروحوا التمرين، مش قادرين يتمرنوا. اللعيبه ديت لازم تتغربل، لازم تمشي من النادي الاهلي. ما تقعدش لعيب ملوش لازمه، ما تقعدش لعيب وتقول لي ده يبقى احتياطي. لا، احتياطي مين؟ ان ما كانش اللعيب ده قد مستوى ده وقد مسؤوليه النادي الاهلي يغور في 60 دقيقه ويمشي. السبب السابع امير توفيق. امير توفيق اللي لما جه على احسن واحد يعتبر جه في النادي الاهلي في موضوع التعاقدات، وهو هيثم عرابي. لما انت جيت عليه وخليته مشي. انت من يوم ما جيت هات لي صفقة كويسة انت عملتها، هات لي صفقة كويسة انت اقنعتها. كل الصفقات اللي دخلت فيها فشلت فيها، والصفقات اللي جبتها كلها ربع كم مش نص كم. صفقات لا ترتقي لمستوى النادي الاهلي، صفقات ما تنفعش ان هي تعيش في النادي الاهلي. شوف كام لاعب جبته ومشي، شوف كام لاعب رحت اتفاوضت معاه وتجيب لنا اشباح لعيبه. هيثم عرابي ضفره ب1000 واحد زي امير توفيق، بس عشان المجاملات هيثم عرابي يمشي ويجي امير توفيق. كله مجاملات في مجاملات، والنادي الاهلي بقى ماشي بالمجاملات حتى في قطاع الناشئين، حتى مع البراعم اللي بتروح تختبر في النادي الاهلي. اللي بيحصل ان احنا بناخد اولاد الزوات واولاد البشوات وبناخد اولاد اعضاء النادي البسكوت اللي ما ينفعوش يطلع منهم لعيبه، وبنسيب الاولاد الرجاله. مفيش حد بيكتشف للاهلي اي حاجه، بقت ماشيه كوسه ومحسوبيه في النادي الاهلي، واحنا عمالين ندافع عن النادي الاهلي وندافع عن اللي موجودين في النادي الاهلي وهم يحرقوا دمنا في الاخر. شركة الكورة ورئيسها الاونطجي الكابتن عدلي القيعي اللي يطلع ويقول لك اصل فلان مصاب وده يعتبر صفقة. والنبي يا اخي بطل ضحك علينا وبطل ضحك على الناس. يا اخي انت والكابتن محمود الخطيب عجزة مش قادرين تجيبوا صفقة من الصيف اللي فات، مش قادرين تجيبوا مهاجم من الصيف اللي فات. رايحين تجيبوا لي مين؟ شادي حسين
وتجيبوا لي حسام حسن اللي قعد سنه ونص ما جابش غير هدف يتيم، جايبين لي محمد شريف اللي مش مهاجم اصلا. مش مستحيين على نفسكم؟ النادي الاهلي مش قليل لما تروحوا تجيبوا لعيبه تليق بالنادي الاهلي، وما تضحكوش علينا. النادي الاهلي ماهوش قليل خالص، النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي يستاهل كتير جدا. اللي انتوا بتعملوه غلط مع النادي الاهلي، البخل الشديد اللي انتوا بتعملوه غلط على النادي الاهلي. الجماهير مش هتسكت تاني، مش هتصبر اكتر من كده عليكم. خلاص. عموما الحمد لله ان الاهلي طلع من بطولة افريقيا، وما نشوف انتوا هتعملوا ايه وهتجهزوا ازاي عشان خاطر الموسم الجديد. عايزين نشوف بقى في الدوري الممتاز هتعملوا ايه. اياك مش تضيعوا الدوري الممتاز راخر. الاهلي محتاج وقفة، محتاج وقفة، وبلاش طبطبة على اللعيبة، بلاش طبطبة على اللعيبة. الاهلي محتاج تدعيمات. خط الدفاع الشوارع بتاع النهارده اشارات مرور خضراء لكل لاعبي سان داونز. ده كأننا بنلعب في حواري، لعيبة حواري اللي كانت موجودة، لا مش لعيبة النادي الاهلي. عيب عيب، حرقتوا دمنا. عيب. التاريخ كتب انكوا اسوأ جيل جه في النادي الاهلي. التاريخ كتب ان اسوأ نتائج للنادي الاهلي في عصر محمود الخطيب. اللي مش قد الاهلي يمشي من النادي الاهلي، اللي مش قد النادي الاهلي وخدمة النادي الاهلي يسيب مكانه ويمشي من النادي الاهلي. مش عايزين ضحك علينا اكتر من كده. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.